السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة عاملين ايه رأيكم في طبق الكشري ده؟ كشري مصري مصري مصري، ولا الدقة دي انا عاملاها في البيت. ودي يلا نشوف مع بعض بقى هنعمل الكشري ده ازاي. احلى غدا النهاردة. هنجيب مع بعض ده الشعرية اللي هعمل بيها الرز، ده كيس مكرونة، ده كيس مكرونة صغيرة، ده كيلو ونص طماطم، عدس ورز، بصل، ده بصل برضو، ده توم، دي البهارات والحمص. حطينا حلتين ميه على النار كده عشان ننجز الحال. المكرونه هنا والمكرونه هنا مع بعض، حبه زيت وحبه ملح كده عشان ايه، يطلع مفلفل كده وطعمه مملح وحلو. هنعمل نفس النظام هنا في الحله دي كده. دي مكرونه سباكيتي مكسراها هي وجوه الكيسه كده كسرتها. الاكله دي من اجمل الاكلات الشعبيه، يعني كل ما بخرج عيالي يا ماما عايزين كشري، وما بيحللهمش الا الكشري اللي بتاع العلب اللي بره، مع ان الكشري بتاع البيت احلى بكتير. يلا هنا حبه زيت مع بعض كده في الحله. هنحط حبه توم، مش هحط الكميه كلها لان لقيت الكميه كلها كتيره، مع شويه البهارات كده بتوعنا. البهارات عباره عن فلفل اسود وكمون وكزبره وحبه ملح. وهنحمر التوم مع بعض كده. صلوا على النبي يا جماعه، متنسوش تعملوا الاشتراك واللايك بتاعكم، متنسونوش اللايك، اهم حاجه اللايك عشان الفيديو ينتشر. كده بقى ننزل بالصلصه بتاعتنا، الطماطم الحمراء الجميله، اليومين دول الطماطم جميله جميله. ونقلب مع بعض ونسيبهم على النار. الكشري عايز تعملي حله كده وتركني، تعملي حاجه وتركني. ده كده بقى العدس بجبه بتاعنا. بشره بصلايه كده مع شويه فلفل اسود اهو، مع شويه كمون، مع شويه كزبره، مع حبه ملح. والعدس انا نقعته كام ساعه عشان ما ياخدش سوا كتير على النار. تنقعيه الاول هو والحمص قبل ما تحطيهم على النار. اي بقوليات قبل ما تحطيها على النار تنقعيها شويه. لما بتنقعيها شويه بتبقى حلوه كده، ما بتاخدش سوا كتير. كده انا حاطه ايه هنا الشعريه عشان اعمل الرز معاكم، والعين التانية عليها الصلصه، والعين التالتة عليها الايه، البصل اللي بحمره عشان العدس. والمكرونه انا عملتها وخلصت منها. طبعا انا باخد معلقه شعريه زي ما انتوا شفتوا كده، لان عندي بنتي واقفه ورايا صغيره بتموت في الشعريه المحمره، بتقف لي كده اول ما تعرف ان انا حاطه رز على النار بتقف لي، اساسا عندها لازم معلقه الشعريه دي. وبعد كده بقى ايه، هحط الميه مع بعض. قلبيهم كده، ايوه. لما تعملي رز كتري الشعريه، لما بتكتري الشعريه بيبقى الرز طعمه حكايه. الاول كنت بقلل الشعريه بكتر الرز، دلوقتي العكس، بكتر الشعريه بتبقى الرز طعمه احلى، بيدي طعمه جميل. وما تخليهاش تحمر قوي كده وتبقى محروقه، لا يا دوبك لون ذهبي كده. الرز كده احنا خلصناه ركناه على جنب. كده هنا حطينا العدس، حمرنا البصله وحطينا العدس. انا نقع يا جماعه العدس عشان ما ياخدش سوا كتير على النار. بعد كده بقى ايه، نحط حبه ملح كده ونظبط الدنيا ونسيبه برده على النار. اكله ما فيش اسهل منها، هي دوشه انك تعملي حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا، بس حاجات سهله وتافهه يعني مش محتاجه. كده الصلصه يعتبر خلاص خلصت اهي، خلصناها. والمكرونه خلصت، والرز اهو خلص، والعدس هيخلص. وهنبتدي بقى نعمل الدقه. بس ادي الكشري، مش حكايه يعني. اكله جميله، يعني لو قلت لكم الاكله دي عندنا اجمل اكله في البيت. عيالي بيتخانقوا عليها، كل ما اقول لهم عايزين ناكل نعمل غدا ايه، اول حاجه يطلبوها الكشري. باباهم يقول لي لا، هو انت هتكرهينا في الكشري؟
يعني تغيير كده، غيري. وانا بدور على اكل اللي عيالي بيحبوها عشان ايه ياكلوا. هنا معلقتين شطه، بس شطه ايه، نار نار نار. جبت يا جماعه، عملت في نفسي مقلب. جبت شطه اللي هي الحمرا قرون، اللي هي بتتباع عند العطار دي، بس مولعه. وبعد ما عملتها وحمرتها زي ما انتوا شفتوا كده، لو قلت لكم ما اتلمستش اصلا، وما حطيتش اصلا يعني شمه كده في اي طبق، اترمت. بالفعل بالفعل اترمت، من كتر ما هي حراقه جامد بطريقه فظيعه. ما اتلمستش. وكان شكلها جميل والله، وزعلت عليها، بس ما حدش قدر ياكلها. يعني ما عنديش حد بيحب الشطه، والكشري اساسه الشطه، ما فيش الا واحد من عيالي بس هو اللي بيحب الشطه في الكشري. خاف يلمسها اصلا، اول ما لاني بصوت وانا عماله اكل خاف يلمسها، كلنا خفنا نلمسها، فاترمت. عملتها وظبطتها واترمت. بس بصراحه مفيش احلى من القرون الفلفل لما بتجيبيها من عند العطار وتضربيها في الكبه عندك. جميع البهارات عامه لما بتجيبيها من عند العطار وبتضربيها في الكبه عندك بتبقى نظيفه وجميله. اما اللي بتتباع مخلوطه دي وجاهزه، لا لا لا، فظيعه مش حلوه. تحسيها مليانه تراب، تحسيها مليانه البتاع اللي هو بتاع الخشب ده، ما تعرفيش ايه اللي فيها اساسا. دي اللي هي الدقه. حبه ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه على شويه خل، حبه خل. طبعا انا حطيت كوبايه خل وبعدها حطيت ميه تاني، يعني انا مليت الحله دي ميه، حسيت ان الخل تقيل رحت مليت الحله دي ميه، عشان احنا بنحب الدقه كتير. مع حبه توم مع حبه كمون بس، يبقى كمون وحبه توم وخل وميه فقط لا غير. بس الخل مش خام، عشان الخل لو خام هيبقى عامل جامد كده، لا خل عادي. انا بجيب الخل العادي عشان ما ايدي ما تسرحش في الاكل ويخدعني. دول حبه فلفل اسود على الدقيق، وكنت حاطه حبه ملح كده على حبه فلفل اسود. للبصل بقى، تحمري بقى بيه البصل، وقولي لي بقى على جمال جمال البصل في الكشري. انا الكميه دي يا دوبك عملتها بس ايه عشان اصور الفيديو معاكم، بس انا كنت عامله كميه كبيره لان انا من عشاق البصل. الاساسي الكشري البصل، ترشي كده بصل كده ويقعد يقرقش بقك، ده الاساس. هنا كده نحط البصل مع بعض. سرحتي ليه؟ ما عملتيش الاشتراك ليه؟ ما دوستيش على اللايك ليه؟ عشان ينزل لك كل جديد، اي فيديو اعمله ينزل لك. يلا صلوا على النبي مع بعض يا جماعه. مبروك للاعداديه اللي عيالهم نجحوا، الف الف مبروك. عقبال يا رب الثانويه يا رب. كده انا حطيت دول بس ايه عشان اطلع بس بسرعه واخلص الفيديو معاكم، وبعد كده كنت عامله الكميه التانية عشان خدت مني وقت كتير. عملنا الحبه دول اتغدينا، وبعد كده كملنا بقى الباقي. لسه السهره طويله، وده كشري يعني هما اللي هيطلبوه. عايزين ناكل يا ماما، كشري يا ماما، هاتي يا ماما. تعملي بقى الكميه على حسب الافراد اللي عندك. انا الكميه دي عملتها قعدت معايا يومين، يعني انا قلت لا القليله يا دوبك النهارده بس، وعماله اقلل في الحاجه على اساس اعمل النهارده بس عشان تاني يوم اعمل اكل طازه واعمل لكم فيديو جديد. بس قعدت معايا يومين. تاني يوم لقيت الاكل زي ما هو، يعني مع ان طعمه جميل جدا، بس الصيف طلع بقى والاكل قل. في الشتاء الواحد كان بياكل كتير، تحطي بقى في الشتاء وتقعدي بقى تحطي الطبليه وتسرحي، تطلعي لك ب10 كيلو كده من الشتاء. الحمد لله دخل علينا الصيف عشان ما نطلعش ولا بكيلو ولا ب10 كيلو. كده احنا خلصنا مع بعض. ده الحمص، انا كنت نقعاه الاول، بعد ما نقعته سلقته بحبه ملح كده على النار، رحت سلقته ورحت ركنته على جنب. كده بقى ايه، نرصه بقى مع بعض. عايزاكم تجربوه وتدعولي وتقولوا لي ايه رايكم. ده البصل بقى كان خلص معانا. انا عملت الحطه دي بس كده
عشان اصور معاكم ونتغدى، وبعد كده ايه ارجع اكمل احمر الباقي. وانا بشطب المطبخ كده وبلم المواعين اكون مولعه على البصل التاني عشان ما زنبش العيال معايا. ايه رايكم بذمتكم في عظمه اكتر من كده؟ في جمال اكتر من كده؟ في اكله احلى من كده؟ ايه رايكم؟ الف هنا وشفا يا رب، الف هنا وشفا على صحتكم. بصوا، بصوا الكمون، بصوا الدقه.